السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب تالتة إعدادي. النهارده بقى بإذن المولى عز وجل خلاص خلصنا الفيديو الكبير الشرح الخمس ساعات المتين. عايزك تقعد تسمعه وتقعد واحدة واحدة كده، كوباية الشاي بتاعتك كشكولك، واقعد ركز وهتلاقي المنهج كله متلخص وبطريقة جميلة ولذيذة زي ما أنت بتحب حبيبي. النهارده هنعمل إيه؟ النهارده إن شاء الله هحاول على قد ما أقدر ألخص لك المنهج جوه الأسئلة بحيث ان دماغنا تبقى شغاله واحنا بنحل. النهارده هنحل ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل نماذج الوزاره كلها، فانا عايزك تركز معايا وتصحصح كده وتديني مخك ويلا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسينا قبل ما نبدا نقول دعائنا الجميل. يلا. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ الملائكه المرسلين وان تجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واصرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير انت حسبنا ونعم الوكيل. يلا بسم الله. السؤال الاول بيقول لك تفرز الغده هرمونا بيعمل او بينظم النمو بشكل عام. بص غششك الاجابه في السؤال. بينظم نمو العضلات والعظام. كان ده هرمون مين يا حبيبي؟ كان هرمون النمو. طب هو بيسألني على الهرمون ولا بيسألني على الغدة اللي بتفرز الهرمون ده؟ مين الغدة اللي بتفرز هرمون النمو؟ والله يا مستر كانت الغدة النخامية اللي كانت بتعمل عندك 7 حاجات وكانت بنسميها سيدة الغدد عشان كانت بتتحكم في معظم الغدد الصماء. فأنا كانت مين الغدة اللي بتفرز هرمون النمو؟ هي الغدة النخامية. يبقى الغدة اللي بتفرز لي هرمون النمو هي الغدة النخامية. تعال نقول السؤال اللي بعده. بيستخدم نقط في قياس شدة التيار بينما يستخدم نقط في قياس فرق الجهد. عندنا 3 أجهزة، ركز معايا بقى كده. أول جهاز كان اسمه الأميتر، وتاني جهاز كان اسمه الفولتاميتر، وتالت جهاز كان اسمه الأوميتر. طب ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه وده بيعمل إيه؟ قال لك إن الأميتر بيقيس لك شدة التيار. طب والفولتاميتر كان بيقيس لي فرق الجهد. طب والاوميتر كان بيقيس لي المقاومه. وكان الفرق ما بين الاميتر والفولتاميتر ان الاميتر بيتوصل على التوالي والفولتاميتر كان بيتوصل على التوازي. شفت؟ واحنا بنحل بنذاكر واحنا بنحل بنراجع المنهج كله. طيب السؤال بيقول لي بستخدم مين عشان اقيس شده التيار؟ لسه المستر قايل لي شده التيار يبقى جهاز الاميتر. طيب عشان اقيس فرق الجهد يبقى جهاز الفولتاميتر. حلنا السؤال. تعال نشوف السؤال اللي بعده. طب تعالى يلا عشان نبقى قلنا كمان كل حاجه ان شكل الاميتر على الجهاز بيبقى عامل كده اهو، وشكل الفولتاميتر بيبقى عامل كده اهو. الاوميتر ما ادكش ليه شكل. المهم كنا بنقيس المقاومه بفعل الجهد والتيار. تعال نشوف اللي بعده. صوب ما تحته خط في العبارات التاليه. شحمه الاذن نقط هي من الصفات الوراثيه السائده. كان عندنا شحمه الاذن حاجتين، يا اما منفصله اهي زي دي كده اهي، يا اما منفصله يا اما متصله. كانت مين الصفه السائده؟ ما كانتش الملتحمه، كانت المنفصله. فشحمه الاذن المنفصله هي اللي بتمثل عندي الصفه السائده. تعال نشوف اللي بعده. وحده قياس القوه الدافعه الكهربيه اللي كان اختصارها ق د ك. القوة الدافعة الكهربية كانت مين دي يا مستر؟ وكانت هي عبارة عن ايه؟ قلت لك الفرق ما بينها وفرق الجهد، ان فرق الجهد كنت بقيسه لما الدايرة الكهربية بتبقى مقفولة، انما القوة الدافعة الكهربية كنت بقيسها لما الدايرة الكهربية بتبقى مفتوحة. ايه ده؟ الدايرة الكهربية مفتوحة بقيس فرق جهد؟ لما الدايره الكهربائيه مفتوحه كان اسم القراءه بتاعت الفولتميتر القوه الدافعه الكهربيه. ارجع لفيديو الشرح هتلاقيني قايل الكلام ده. فانا دلوقتي بقول لك هي وحده قياس القوه الدافعه الكهربيه هي زيها زي فرق الجهد، مش كولوم، لا وحدتها الفولت. امال الكولوم دي يا مستر كانت وحده مين؟ كانت وحده قياس الكميه الكهربيه. الكولوم دي كانت وحده قياس الكميه الكهربيه. ركز معايا بالله عليك، والله هلخص لك كل حاجه في الفيديو، بس انا عايزك تديني تركيزك وان شاء الله نلاقي الدنيا تمام. هراجع لك المنهج كله في كل سؤال. السؤال اللي بعده. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عباره من العبارات الاتيه.
مواد كيميائيه بتظبط وبتنظم معظم الوظائف واعضاء الجسم، كانت بتشتغل مع الجهاز العصبي، وكنت بقول لك انها بتمشي من الدم وبتتفرز من غدد صماء. مين دي؟ كانت اسمها الهرمونات. يبقى مين المواد او الرسائل الكيميائيه اللي بتظبط وبتنظم معظم وظائف واعضاء الجسم؟ هي الهرمونات. السؤال اللي بعده، الماده اللي بتدي الاكسجين او بتاخد النيتروجين، بتعطي الاكسجين او بتاخد وتنتزع الهيدروجين اثناء التفاعل الكيميائي. ماده هي اللي بتدي الاكسجين، هي اللي بتدي الاكسجين، يعني هي كان معاها الاكسجينه وثابتها. انا بديك مثال، يعني هي كان معاها الاكسجينه وثابتها اهو، قال لك هي بتعطي، هي اللي بتدي، هي اللي بتسيب الاكسجين. طب اللي بيسيب الاكسجين او بيدي الاكسجين كنت بقول لك بيحصل له عمليه اختزال. تاني الماده اللي بتعطي الاكسجين، بتدي الاكسجين، بتسيب الاكسجين، يبقى بيحصل لها عمليه اختزال. طب انا برضو قايل لك اللي بيحصل له عمليه اختزال بسميه العكس، اللي بيحصل له اختزال عامل مؤكسد، واللي بيحصل له اكسده عامل مختزل. هنا دي هيحصل لها عمليه اختزال، يبقى اسمها عامل مؤكسد. فتبقى الاجابه الصح هي عامل مؤكسد، وتبقى الماده اللي بتدي الاكسجين بتسيبه، يعني بيحصل لها عمليه الاختزال، بسميها عامل مؤكسد. فتبقى الاجابه الصح هي عامل مؤكسد. السؤال اللي بعده، حالة الموصل الكهربي اللي بتبين انتقال الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر. كنت بقول لك الحالة بتاعت الموصل الكهربي، ارجع بالذاكرة لما كنت بقول لك بتلمس الحلة وهي سخنة، فالسخونية بتتنقل لإيدك وبتتلسع، يعني الحاجة بتمشي من الحرارة العالية للحرارة القليلة. نفس الكلام كان بيحصل عندك في التيار الكهربي. قلنا ان انا بيبقى عندي موصل جهده عالي وموصل جهده قليل، فالالكترونات بتمشي من اللي جهده عالي للي جهده قليل. جهد، يبقى الحالة اللي بتبين انتقال الكهربية سواء كان الجهد عالي او الجهد قليل. فاقول لك ان الالكترونات بتمشي من اللي جهده عالي للي جهده قليل، يبقى ده تعريف مين؟ ده تعريف الجهد. هو في فرق ما بين الجهد وفرق الجهد يا مستر؟ ايوه، هنعرف دلوقتي واحنا ماشيين في الاسئله. خلينا في السؤال اللي احنا فيه، لما اقول لك هي مين الحاله بتاعت الموصل الكهربي اللي بتبين انتقال الكهربيه، تقول لي هي الجهد. ايه عامل كده ليه؟ انا والله بجد الشاشه الملبوسه دي تعبتني. هي الجهد. ركز معايا يا واد، اصحى كده فوق، احنا لسه ما حلناش حاجه. ده انا هنفخك، ده انا ههريك حل، مش هسيبك انا. المهم، السؤال اللي بعده بيقول لك فسر ليه بسمي الغده النخاميه سيده الغدد الصماء. شفت بقى اللي احنا واحنا بنراجع لسه بنشوف السؤال ده وبشرحه لك، قلنا اصلا اجابته. قلت لك هو احنا ليه بنسمي الغده النخاميه سيده الغدد الصماء؟ عشان بتقدر تتحكم وتنبه في معظم الغدد الصماء اللي في جسمي. فلما اسالك ليه بسميها، عشان بس ما فيش مكان اكتبها، ركز معايا في اللي بقوله. ليه بسمي الغده النخاميه بسيده الغدد الصماء؟ تقول له لانها هي اللي بتتحكم وهي اللي بتنبه معظم الغدد الصماء الثانيه اللي موجوده في جسمي. زي مين مثلا يا مستر؟ زي الغده الدرقيه، زي الغده الكظريه، زي البنكرياس، زي غدد كتير قوي في جسمك، اشهرهم الغده الدرقيه والغده الكظريه والحاجات دي كلها. طيب، سؤال رقم 2، انت تلقيح نبات بسله احمر الازهار مع نبات بسله ابيض الازهار. ستوب، ما تكملش السؤال. كان عندي في الصفات بتاعت مندل كان من ضمنها 3 لون. قلت لك لون الزهره، لون القرن، لون البذره. تعالى عند لون الزهره، قلت لك لون الزهره حاجتين، يا اما احمر يا اما ابيض. كان مين السائد ومين المتنحي؟ كان اللون الاحمر سائد واللون الابيض متنحي. طيب، هنا بيقول لك عند تلقيح نبات بسله احمر الازهار، ماشي، مع نبات، وخلي بالك احمر الازهار ما حددش. اتفقنا برضو ان في الصفه السائده بيبقى في احتمالين، يا اما اركبتال او اركبتال ارسمول. يعني ايه يا مستر؟ يعني اركبتال ده نقي، ارسمول ده هجين. فانا عندي الصفه السائده ليها احتمالين، يا اما نقيه يا اما هجينه. اما اللون الابيض ارسمول دايما بيكون نقي. كمل، مش محتاجين الكلام ده خلاص، احنا بس ايه بفكرك
بالحاجات دي كلها. طيب تنتج نباتات جميعها حمراء الازهار. ايه ده 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 مستر، ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ارجع كده تاني للفيديو بتاع الشرح، كنت بقول لك البسله اللي لونها اصفر الصفه السائده باخد حبوب اللقاح وبرميها في اللي لونها اخضر، فلاحظت ان الجيل الاول كله طلع عندي لونه اخضر. ايه ده؟ مش ده مندل؟ يعني معناها اللي انا كنت بستخدم صفة سائدة نقية مع صفة متناحية برضه بتبقى نقية، فكان الجيل الأول كله عندي بيطلع 100% صفة سائدة. يبقى لما أسألك ليه لما بنقح نباتات لونها أحمر مع نباتات لونها أبيض بتطلع كلها لونها أحمر الأزهار، هتقول له عشان التلقيح ناتج عن تزاوج. دي هكتبها لك، التلقيح ناتج عن، نمسح بس دي، التلقيح ناتج عن تزاوج آباء أحدهم أحمر نقي والآخر أبيض، فنتج الجيل الأول بصفة سائدة بنسبة 100%. طالما انت فاهم عبر بأسلوبك، أنا عبرتها بالطريقة دي، انت ليك طريقة تاني يا باشا ودي اكتب، بس المهم عندي يكون المعنى صح. المهم عندي ان في الاخر يوصل المعنى بنفس الفكره، انك توصل للي بيصحح ان انا فهمت اللي انا دلوقتي الاباء اللي جوزتها كان اب احمر نقي واب احمر واب ابيض برضه نقي لانه الصفه المتنحيه، فنتج عن تزاوج صفه سائده وصفه متنحيه، نتج عن تزاوج افراد نقيه عموما، فبالتالي طلع الجيل الاول صفه سائده بنسبه 100%. السؤال اللي بعده، هرمون الكالسيتونين بيتفرز منين؟ هرمون الكالسيتونين كان عندي غده محترمه اسمها الغده الدرقيه. ايه الياعي ده؟ وحشه قوي، استنى نمسح. معلش يا حبايبي انا ما بحبش الحاجه يبقى شكلها ايه مش حلو، بتضايق. المهم كان عندي غده اسمها الغده الدرقيه، كانت بتطلع لي هرمونين، هرمون الثايروكسين وده حكينا فيه كتير قوي في فيديو الشرح، وهرمون الكالسيتونين. هرمون الثايروكسين وهرمون الكالسيتونين، يبقى خلاص هرمون الكالسيتونين بيطلع من غده اسمها الغده الدرقيه. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 2، سؤال بيقول اي مالي من الصفات السائده في الانسان؟ ماشي. الشعر الناعم؟ لا، كان الشعر الخشن هو اللي الصفه السائده. العيون الزرقاء؟ لا، كانت العيون البنيه. العيون الواسعه؟ ماشي، ايوه دي صح. طب عدم وجود الغمازات؟ لا يا حبايبي، الغمازات كانت صفه سائده، فلما اقول لك عدم وجود الغمازات برضو تبقى غلط، يبقى الاجابه الوحيده اللي هتبقى صح وهي العيون الواسعه هي اللي عندي من الصفات السائده. السؤال اللي بعده، ايه اللي هيحصل لو توقف البنكرياس عن افراز هرمون الجلوكاجون بالنسبه للسكر في الدم؟ طب واحده واحده هشرحها لكم يا عم، يلا. كان انا عندي السكر في الدم ماله؟ كان ليه احتمالين، يا اما السكر اللي جوه جسمي يكون زياده عن الطبيعي. ايه اللي يعني ده؟ وحشه قوي وحشه قوي دي، امسحها كده امسحها. يا اما يكون زياده عن الطبيعي، يا اما يكون اقل من الطبيعي. طيب وبعدين قال لك لو السكر اللي في جسمي كان زياده عن الطبيعي، فانا ساعتها بيتفرز هرمون اسمه هرمون الانسولين. هرمون الانسولين يعني المفروض اسمه صح علميا يا بصمجي انت وهو انسولين. عندنا في كليه الطب بنقول عليه انسولين مش انسولين، هيموجلوبين. المهم يبقى زياده عن الطبيعي في لما السكر في جسمي يبقى زياده عن الطبيعي، ساعتها بتفرز عندي هرمون اسمه هرمون الانسولين.
او الانسولين. طب لما السكر في الدم يكون اقل من الطبيعي، لما بيبقى اقل من الطبيعي بيتفرز عندي هرمون اسمه هرمون الجلوكاجون. حتى كنت بقول لك ان الهرمون ده بيتفرز وانت صايم، ما بتبقاش واكل، فبالتالي السكر في جسمك بيكون قليل. السؤال بيقول لك ايه اللي هيحصل لو البنكرياس ما بقاش يفرز الجلوكاجون؟ ده معناها ايه يا معلم؟ معناها ان حضرتك لو صايم السكر في جسمك كده كده هيبقى قليل. طب ما انا الجلوكاجون ما بقاش موجود، يبقى مش هعرف ازود تاني السكر للطبيعي بتاعه، هو دلوقتي اقل من الطبيعي. فانا ربنا سبحانه وتعالى خلق لي هرمون اسمه جلوكاجون عشان لما ابقى صايم والسكر بتاعي اقل من الطبيعي يروح الجلوكاجون ده يتفرز. كان بيروح على الكبد بياخد حاجه اسمها الجلايكوجين يكسرها ويديك السكر، فيرجع السكر تاني للطبيعي بتاعه، فحضرتك ما يغماش عليك ولا تقع من طولك ويما والكلام ده كله. طب انا بقول لك ان ما بقاش في جلوكاجون خلاص، يبقى انا لما ابقى صايم السكر هيبقى اقل من الطبيعي، هل هيزيد تاني؟ لا خلاص، ما بقاش فيه الهرمونين اللي بيزودوا. فاقول لك الاجابه بتاعت السؤال ده ايه اللي هيحصل لو انا وقفت البنكرياس عن افراز هرمون الجلوكاجون بالنسبه لمستوى السكر في الدم؟ هتقول عدم زياده السكر في الدم الى المعدل الطبيعي. بس ما تكتبش حاجه تاني وركز في تفاصيل الكلام اللي بقوله. عدم زياده السكر في الدم او عدم رجوع السكر للدم الى معدله الطبيعي. تاني، عدم رجوع السكر في الدم الى معدله الطبيعي او عدم زياده السكر في الدم الى معدله الطبيعي. يعني معناه ان السكر في الدم اللي يحصل له هيفضل منخفض. يبقى اقول له عدم زياده السكر في الدم الى معدله الطبيعي وينخفض نسبة السكر. طيب السؤال اللي بعده، زيادة طول الريوستات المنزلق في الدائرة بالنسبة لشدة التيار. مين الريوستات دي يا مستر؟ اتفقنا ان الريوستات هي اسمها المقاومة المتغيرة، دي اللي كنت بقدر ازودها واقللها فاتحكم في التيار. فلو انا زودت المقاومة، شدة التيار اللي كان بيحصل لها مش المقاومة دي الحاجة الرخمة اللي بتزق عكس الالكترونات وهي ماشية، الرخمة اللي بتزق عكسها يعني بتقلل التيار. فلما اقولك اني هزود الطول بتاع السلك يعني هزود المقاومة، يبقى شدة التيار ايه اللي هيحصل لها؟ هتقل. دي من الفهم اللي احنا فهمناه من الفيديو. تعال اثبتها لك رياضي بالمعادلة والقوانين. ادي كان المثلث بتاعي بيقول ان الميم بتساوي ج على ت. تعال خد الت، شدة التيار بتساوي فرق الجهد على المقاومة، فالعلاقة ما بين شدة التيار والمقاومة علاقة عكسية، فلما بزود المقاومة بقلل التيار. فأنا هنا في السؤال بقول لك هزود طول سلك الريوستات، يعني معناها ان انا هزود المقاومة، وطالما هزود المقاومة يبقى اللي هيحصل للتيار هيقل. اسمع فيديو الشرح، والله اللي هيسمعه ما هيندم. انا فعلا حرفيا اديتك كل حاجه في الجزء ده، بسطتها لك بابسط حاجه ممكنه، فبالله عليك عشان خاطري والله كله عشانك، كله عشانك انت يا عم. خش اسمع بس الجزئيه دي عشان عارف ان الباب الثاني او الوحده الثانيه عامله مشاكل كتير للناس. خش اسمع بس الوحده الثانيه دي ومش هتندم. السؤال اللي بعده، ما المقصود بالسياده التامه مع ذكر الامثله؟ السياده التامه هي عباره عن ايه؟ قال لك هي عباره عن تزاوج فردين نقيين بس مختلفين في ايه؟ في الصفه الوراثيه. فالجيل الاول اللي بينتج بيبقى صفه سائده بنسبه 100%. فهي ايه السياده التامه؟ قال لك هي عباره عن تزاوج فردين نقيين متضادين او متقابلين في صفاتهما الوراثيه، فيكون الجيل الناتج صفة سائدة بنسبة 100%. اديله أمثلة، قول له يا معلم عند تزاوج مثلا مثال المنهج، المثال اللي كان عليك من المنهج، بسلة صفراء اللون نقية، وحط تحت نقية 100 خط عشان كان عندي الأفراد اللي في الجيل ده نقية أو الآباء كانت نقية، مع بسلة خضراء اللون. مش محتاج تكتب نقية، أنا كده عارف الأخضر دي صفة متناحية فيبقى نقي. ممكن تديله مثال تاني، الازهار
كان عندي الاحمر هو السائد فيبقى احمر نقي مع لون ابيض. ممكن تديله مثلا لون القرن، كان عندك الاخضر في القرن هو اللي سائد فتقول له لون اخضر نقي مع اللون الاصفر. كل ده ينفع. السؤال اللي بعده. كده خلصنا النموذج الاول اللي عند حضرتك، براجع لك المنهج في السؤال. يلا بسم الله نخش على النموذج الثاني. السؤال بيقول اختر الاجابه من ما بين القوسين. تمام يا معلم. السؤال بيقول عند تسخين كربونات الكالسيوم لما نعمل انحلال حراري لكربونات الكالسيوم كان بيحصل ايه؟ مش هرسم لك بقى على المخطط بتاعي لان هو في الفيديو، خش وتعرف ان احنا لخصنا الحوار ده. بص، كربونات الكالسيوم اللي هي CaCO3 لما سخنها، استنى عايزين نكتبها في حته لوحدها. انا بس عايز اخليها لك في المكان بتاع السؤال عشان ايه؟ ما تقعدش كل شويه تتوه. هي ليه بترخم كده؟ ماشي. تعالي هنا كده. تمام. بسم الله. لما اعمل انحلال حراري لكربونات الكالسيوم اللي هي CaCO3 ادي هسخنها. كان عندي لما بعمل انحلال حراري الاكاسيد او كربونات الفلزات كان بيطلع اكسيد الفلز وبيتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون، فانا هيطلع عندي هنا CaO زائد غاز ثاني اكسيد الكربون. شبه مين دي؟ المعادله بتاعت المنهج كانت بتقول لك ان CuCO3 كربونات النحاس لما بتسخنها بيطلع عندي CuO كان راسب اسود وبيتصاعد ثاني اكسيد الكربون. هو بس هنا الذكى شويه وشغل دماغه وما جابلكش معادله المنهج، جابلك معادله قياس عليها، ولا يهزني ولا يهمني. هكتب المعادله بتاعتي اللي انا عارفها وهقيس على الثانيه. فانا طلع عندي اكسيد الكالسيوم وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. تعال نشوف الاختيارات. لما تسخن كربونات الكالسيوم بنحصل على ايه؟ هل بنحصل على بيكربونات؟ لا. هيدروكسيد؟ لا. اكسيد الفلز واول اكسيد الكربون؟ لا. طب اكسيد الكالسيوم وثاني اكسيد الكربون؟ ايوه. فالاجابه الصح هتبقى الاجابه د. لذيذه. السؤال اللي بعده. بنقيس المقاومه بوحده ايه؟ طب تعالى نكتب كل وحده دي بتاعت مين. الكولوم كانت بتاعت الكميه الكهربيه، الفولت كانت وحده فرق الجهد، الاوم هي دي بتاعت اللي بيسأل عليها كانت وحده المقاومه، والامبير وحده شده التيار. فالسؤال بيقول لي المقاومه يبقى هقول له بتقاس بوحده الاوم. السؤال اللي بعده. علل ليه بيتحرق سلك تنظيف الالومنيوم داخل مخبار مليان بالاكسجين النقي اسرع من احتراقه في الهواء الجوي. تعال اقول لك. انا دلوقتي لو فرضت ان انا عندي كوبايتين اهم، والكوبايتين لا دي كبيره عن الثانيه، لا مش حلوه دي. يا لهوي نفسي اعرف انت بتجري ليه. نكبر دي شويه. مش حلو مش عاجباني. مش حلو. اعمل واحده تاني. ماشي دي حلوه شويه. طيب وهنحط هنا ألمونيوم وهنحط هنا ألمونيوم. قال لك ليه؟ لما بحطها في كوبايه كلها اكسجين نقي بتدوب او بتتحرق اسرع من الاكسجين بتاع الهواء الجوي. تعال اقول لك. تعال الاول نكتب الكوبايه اللي فيها اكسجين نقي. اكسجين نقي يعني اكسجين بس، اكسجين بس، اكسجين بس، اكسجين. كوبايه مليانه بغاز الاكسجين ما فيهاش غير غاز الاكسجين وبس. انما الاكسجين بتاع الهواء النقي فهي فيها اكسجين وثاني اكسيد كربون وبخار ميه ونيتروجين، ثاني اكسيد كربون تاني، بخار ميه تاني، اكسجين ثاني اكسيد كربون. يعني عايز افهمك ايه من الاخر؟ ان الكوبايه اللي فيها اكسجين نقي هي اكسجين بس، ما فيهاش حاجه تاني غير الاكسجين. انما الكوبايه بتاعت اكسجين الهواء الجوي هي فيها الاكسجين ومكونات الهواء الجوي اللي هو ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه وغاز النيتروجين وغيره. فانا لما اجي اقارن ما بين كوبايه فيها اكسجين بس وكوبايه فيها اكسجين هواء جوي، انت شايف مين اللي تركيزه اعلى؟ الكوبايه اللي فيها الاكسجين النقي. طب ما انت يا حبيبي عارف ان بزياده تركيز المواد المتفاعله بيزداد سرعه التفاعل الكيميائي.
وانا عندي في الكوبايه دي المواد المتفاعله تركيزها اعلى، فيبقى عندها زياده في سرعه التفاعل. فلما اجي اسالك علل، نرجع بقى للسؤال بتاعنا. السؤال بيقول علل احتراق سلك تنظيف الالومنيوم في سلك مملوء بالاكسجين النقي اسرع من احتراقه في الهواء الجوي. هتقول لي ان السلك او المخبار اللي فيه اكسجين نقي تركيز غاز الاكسجين فيه اعلى، وبزياده تركيز المواد المتفاعله بيزداد سرعه التفاعل الكيميائي. تاني هتقول له ايه في الامتحان؟ عبر بطريقتك، انا عايزك تبقى فاهم، ده يفهم. شغل الجزمه القديمه دي، افهم. بزياده تركيز المواد المتفاعله بيزداد سرعه التفاعل الكيميائي. هتعبر عنها ازاي؟ تقول له والله اصل المخبار المليان بالاكسجين، المخبار المملوء بالاكسجين تركيز غاز الاكسجين به اعلى، وبزياده تركيز المواد المتفاعله يزداد سرعه التفاعل الكيميائي. اتمنى تكون فهمت اشمعنى ده بيبقى اسرع من ده. سؤال رقم 2، بيحدث لبعض الاشخاص نمو مستمر في عظام اطرافهم مما يجعلهم يصابوا بمرض اسم العملاقه او يبقوا عمالقه. اتفقنا كان عندي نوعين من خلل في افراز هرمون النمو. يا اما تبقى وانت صغير هرمون النمو عندك قليل قوي فتكبر تبقى عندك قزامه، او وانت صغير هرمون النمو يبقى كبير قوي فتبقى عندك عملاقه. فلما اقول لك ليه النمو بتاعهم بيبقى كبير، تقول له بسبب زياده افراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة. يبقى ليه عندي ناس ممكن تصاب بحاجة اسمها العملاقة؟ تقول له بسبب ان هرمون النمو عندهم بيكون اكتر من الطبيعي وهم في حالة الطفولة. السؤال اللي بعده، عرف البول السكري. هو كان عبارة عن ايه يا مستر البول السكري ده؟ قلت لك ان الشخص ده كان بيبقى عنده نقص في هرمون اسمه هرمون الانسولين. فنقص هرمون الانسولين، اتفقنا ان لما باكل صينيه بسبوسه وادبها السكر في جسمي بيعلى. ربنا خلق لي حاجه اسمها الانسولين بتروح تجيب السكر وتقلله تاني للطبيعي. طب انا بقول لك انا ما بقاش عندي انسولين، تبقى مصيبه سودة. السكر في جسمك بيزيد قوي عن الطبيعي لدرجه اني بلاحظ ان هو بيخرج في البول. فتعريف البول السكري هو مرض او خلل بيحدث نتيجه نقص هرمون الانسولين مما يؤدي الى زياده نسبه السكر في الدم وظهوره في البول. تاني، الانسولين او مرض البول السكري بيحدث نتيجه نقص افراز هرمون الانسولين مما يؤدي الى زياده نسبه السكر في الدم وظهوره في البول. سؤال رقم 2 هو ايه النشاط الاشعاعي الطبيعي؟ اتفقنا يعني ايه اصلا نشاط اشعاعي؟ ان عند حضرتك ادي النواه بيدور حواليها الالكترونات اللي هي كلها على بعضها اسمها الذره. اتفقنا ان الذره بيكون جواها طاقه زياده، فالطاقه الزياده اللي جواها دي بتطلع في صوره اشعاعات لوحدها تلقائيه، فبالتالي بسميها النشاط الاشعاعي. فلما اسالك ايه تعريف النشاط الاشعاعي الطبيعي، هتقول لي هي تحول الذره تلقائي لوصول الى حاله اكثر استقرار، فبالتالي بيطلع اشعاعاته في البيئه وفي الغلاف الجوي. المهم بقول لك قارن ما بين التأثيرات البدنية والتأثيرات الوراثية والتأثيرات الخلوية اللي بتطلع من النشاط الإشعاعي. الثلاثة دول قبل ما اشرح، الثلاثة دول كلهم كده على بعض كانوا بيطلعوا نتيجة ان الإشعاع بيتفرز كمية قليلة على فترات طويلة، كمية قليلة على فترات طويلة. الإشعاع كان حاجتين، يا إما كمية كبيرة في فترة صغيرة فيجي لك خلل في النخاع العظمي، يجي لك خلل في الجهاز الهضمي، يجي لك خلل في الجهاز العصبي، يجي لك خلل في الطحال، أو إن تتعرض لنسبة إشعاعات ثواني. وكنت بقول لك إن أول حاجة بيبان عليها الأثر وأكتر حاجة بتتدمر هي نخاع العظام. بعد كده اتفقنا ان النوع الثاني انك تتعرض لاشعاع صغير بس على فترات زمنيه طويله، فكان بيعمل لك تاثيرات بدنيه وتاثيرات خلويه وتاثيرات وراثيه. تعالى يلا نكتب الفرق ما بينهم هنا بسرعه. ادي انك التعرض، عايزين اللون الاحمر. بسم الله، يلا. التعرض للاشعاع في فترات كبيرة
بكمية صغيرة. كان يا مستر بيعمل لي 3 حاجات، ادي حاجة وادي التانية وادي التالتة. اول حاجة كان بيعمل لي ايه؟ تأثيرات بدنية. زي ايه بقى التأثيرات البدنية؟ قال لك ظهور بقع على سطح الجلد بتاع حضرتك. جلدك نلاحظ انه ظهر عليه بقع لونها غريب قوي. البقع دي طالعه نتيجه انك اتعرضت للاشعاع بكميه قليله بس في فترات زمنيه طويله. النوع الثاني كانت تأثيرات وراثيه. التأثيرات الوراثيه اتفقنا ان الماده الوراثيه بتاعتك متشاله جوه حاجه اسمها الكروموسومات، شايله حاجه اسمها الدي ان ايه، هو اللي شايل المعلومات الوراثيه بتاعت حضرتك. فكان ايه اللي بيحصل لما بتتعرض للاشعاع؟ قال لك بيحدث خلل في المعلومات او الماده الوراثيه بتاعتك. فده كان بيعمل ايه؟ قال لك يؤدي الى حدوث التشوهات. يحصل تشوهات في جسم حضرتك او في العيال اللي حضرتك هتخلفهم. طيب واخر حاجه كانت تأثيرات خلويه. كانت ايه اللي بيحصل في التأثيرات الخلويه؟ اتفقنا ان الدم بتاع حضرتك بيتكون من كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء. عايز كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء كان جواها ماده اسمها الهيموجلوبين. الماده دي هي اللي كانت بتخلي لون الدم لونه احمر. الكلام ده عليك، انا ما بقولش اي حاجه بره المنهج، كل الكلام ده عليك. يبقى انا جسمي كان في حاجه اسمها كرات دم حمراء. كرات الدم الحمراء دي كان بيبقى جواها ماده اسمها الهيموجلوبين. الماده دي هي اللي كانت بتدي لون دمك اللون الاحمر. كان ربنا خالقها عشان تعمل ايه؟ عشان تاخد الاكسجين وتنقله لجسمك كله. فانا لما اقول لك هيحصل تأثيرات خلويه تقول لي تدمير او خلل في هيموجلوبين الدم مما يؤدي الى خلل كرات الدم الحمراء. يبقى عندي التأثيرات الخلويه كانت عباره ان الهيموجلوبين اللي جوه كرات الدم الحمراء بيبوظ، فبالتالي كرات الدم الحمراء كلها بتبوظ، فما بتعرفش تنقل الاكسجين لجميع اجزاء جسمك. بص والله لخصت لك، والله بعمل لك كل حاجه وبحاول اشرح لك في الحل. يلا يبقى احنا كده خلاص قررنا ما بين الثلاثه وكل واحده عباره عن ايه، وهم الثلاثه اصلا كانوا جايين منين. طيب السؤال اللي بعده، اكتب المعادله الرمزيه الموزونه المعبره عن تفاعل اضافه الخرسين اللي هو رمزه زد ان الى حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو HCl. تمام، هو عايز السؤال يعني نكتب المعادله سهله دي. طيب بسم الله. كان عندي الزد ان لما يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl، قلت لك في متسلسله النشاط الكيميائي الاقوى بيشد الاضعف والاقل نشاط ويرميه ويقعد مكانه. ففي متسلسله النشاط الكيميائي اللي شارحها لك في الفيديو بالقصه الجميله بتاعتنا، كانت بتقول لك ان الخرسين اعلى نشاط من الهيدروجين بتاع عموما من الهيدروجين، فهيجيبه من قفاه ويرميه بره ويقعد هو مكانه. فالخرسين هيروح شايل الهيدروجينه ويقعد مكانها، فيطلع مركب اسمه ZnCl2 الخرسين ثنائي، زائد بيتصاعد غاز الهيدروجين، خرج 2 كلور و2 هيدروجين، نوزن المعادله ب2 جميله هنا اهو. يبقى انا عندي المعادله هتبقى الزد ان هيتفاعل مع HCl، هيحل محل الهيدروجين، هيمسكه ويرميه بره فيطلع ويتصاعد غاز الهيدروجين ويطلع لي مركب اسمه ZnCl2. السؤال اللي بعده، اذكر نص القانون الاول لمندل. لسه حالينه فوق، قلنا ان القانون الاول لمندل عند تزاوج فردين نقيين متضادين في الصفه الوراثيه، فان الجيل الاول بيكون ناتج بنسبه 100%، وعند تزاوج الجيل الناتج ده بيبقى الجيل الثاني اللي طالع عندي
بنسبة 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية. تاني، عند تزاوج فردين نقيين متضادين في الصفات الوراثية فإن الجيل الأول يكون ناتج بنسبة 100% صفة سائدة، والجيل الثاني بنسبة 3 صفة سائدة إلى 1 صفة متنحية. الذي أو أذكر نص القانون اللي بيتم بواسطته تعيين قيمة مقاومة مجهولة بدلالة القياسات الكهربية. يا معلم أسهل من كده مفيش. القانون كان بيقول لي آدي المثلث بتاعنا، كان عندنا 3 مثلثات في المنهج، م بتساوي ج على ت، بس كتبت القانون إن المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة التيار. أنت في الامتحان اكتبها، يعني اكتب المقاومة تساوي فرق الجهد على شدة التيار، انما احنا هنا بس كتبناه بالاختصارات عشان مفيش مكان. انما انت في الامتحان تكتب له نص القانون ان المقاومة تساوي النسبة بين فرق الجهد وشدة التيار، تقولها له كده ان المقاومة بتساوي النسبة، ما هي على دي، كلمة على اللي احنا كاتبينها دي يعني النسبة بين النسبة ما بين فرق الجهد وشدة التيار المرة في الموصل. السؤال اللي بعده بيقول لك لو عندك 4 أعمدة متماثلة، ماشي، القوة الدافعة الكهربية لكل منهم 1.5، ماشي، وضح بالرسم التخطيطي طريقة توصيلها معا عشان تاخد بطارية القوة الدافعة الكهربية ليها مرة 1.5 ومرة 3 ومرة 6. يلا بينا. تعال نبدأ بال1.5، وأظن دي أسهل واحدة فيهم أصلا. أسهل واحدة فيهم. عندك 4 أعمدة بطارية، 4 أعمدة، العمود الواحد ب1.5 فولت. هو عايز مرة وعايز مرة وعايز مرة، عايز مرة كله يطلع ب1.5 فولت. طب أنا اتفقنا إمتى أو إيه هي طريقة التوصيل اللي أوصل بيها ويطلع الناتج عندي كله رقم واحد بس منهم؟ التوصيل على التوازي. تاني، كنت بقول لك ان في التوصيل على التوازي لو في مليون بطاريه وسالتك اديني القوه الدفع الكهربيه بتاعتهم هتاخد رقم واحد بس. يعني لو هو مليون واحده وكل واحده فيهم ب1.5 هتاخد رقم واحد منهم بس. فانا هنا بقول لك ان انا خدت 1.5 يعني رقم واحد منهم بس، يبقى انا التوصيل عندي في الحاله دي هو توصيل على التوازي. يعني هيبقى الشكل عامل كده اهو. ادي البطاريه الاولى، ادي البطاريه الثانيه، ادي البطاريه الثالثه، وادي البطاريه الرابعه. خلصنا يا معلم. ادي اقفل السلك اهو، كلهم اتصلوا بيها على الايه؟ على التوازي. ادي هنا موجب سالب موجب سالب، اتفقنا دي موجب ودي سالب، دي موجب ودي سالب، دي موجب ودي سالب، دي موجب ودي سالب. يبقى اول طريقه هوصل الاربع بطاريات على التوازي. الطريقه الثانيه قال لك ان الرقم الثاني عايز عندي يطلع الناتج كله 3 فولت. طب ما انا عارف انها الواحده ب1.5، يعني انا جمعناها، انا جمعت 1.5 زائد 1.5 عشان يطلع لي الناتج في الاخر 3 فولت. يعني انا عندي مكان بيطلع 1.5 والتاني بيطلع 1.5. طب انا لو جربت، تعالى كده نجرب، لو وصلتهم كلهم على التوالي كلهم على التوالي كلهم على التوالي هجمعها هيطلع معايا الناتج اصلا ب6. لا ما ينفعش، دي اصلا جاوبناها قبل ما نيجي. طب انا اعمل ايه يا مستر؟ اعمل ايه؟ ما تيجي كده نجرب حاجه. تعالى كده سوا نجرب حاجه. تعالى يا معلم نوصل 2 توازي و2 تانيين توازي. هوريك ازاي. ادي بطاريه وادي بطاريه، واطلع السلك واوصل 2 تاني على التوازي، ما احنا اتفقنا ان هم 4. انت عارف ان الواحده هنا ب1.5. طب ما احنا اتفقنا ان طالما كلهم على التوازي باخد رقم واحد بس، يعني دول الناتج كله ب1.5. طالما كلهم على التوازي يعني باخد رقم واحد بس، يعني الناتج هنا هيطلع ب1.5. طب ما انا ده بالنسبه لده مش موجودين في نفس الصف، يعني هما الاثنين بالنسبه لبعض توالي وانا في التوالي كنت بجمع، يعني 1.5 زائد 1.5 فيطلع الناتج معايا ب3. هو فعلا اللي بيسأل عليها 3 فولت. تاني عملت ايه؟ هقول لك. انا عندي 4 بطاريات عايز اطلع الناتج كله 3 فولت.
يعني انا عايز مكان يطلع كله 1.5 ومكان تاني يطلع كله 1.5. الطريقه الوحيده اللي بتخليني استخدم اكتر من بطاريه واخد منها رقم واحد بس هي التوازي. جربنا واحده ووصلناها كلها على التوازي طلع ب1.5، خلاص دي مش هينفع تبقى هنا. طب انا عايز هنا يطلع ناتج 3، رحت انا فكرت وصلت 2 على التوازي و2 تانيين على التوازي وهما كلهم مع بعض على التوالي. يعني دي كده بالنسبه لدي اكنها بطاريه واحده كبيره ب1.5 ودي بطاريه واحده كبيره ب1.5 متوصلين على التوازي، بس انا عملتها في الشكل بتاع الاربع بطاريات. فانا عندي الاثنين توازي ب1.5، الاثنين توازي ب1.5، الاثنين مع بعض توالي، يبقى 1.5 زائد 1.5 فيطلع معايا الناتج ب3. اللي بعدها خلاص حليناها اصلا. هو عايز الناتج يطلع ب6 فولت. طالما عايزه يطلع ب6 فولت وهم 4 بطاريات هوصلهم كلهم على التوالي. هي اكتر واحده بتلخبطكم اللي فاتت دي، ان هو مثلا يجيبهم لك مش كلهم توالي او مش كلهم توازي وانت تطلع مثلا يبقوا 2 توازي وواحده توالي، يبقوا 2 توالي و2 توازي، 2 توازي و2 توالي. انا عارف هي دي اللي بتلخبطكم، بس والله سهله لو شغلت دماغك هتجيبها. يلا انا عارف ان الواحده هنا ب1.5 فانا هجمعهم كلهم مع بعض فيطلع لي الناتج بالاخر بكام؟ ب6 فولت زي ما هو عايز، فانا هوصلهم كلهم على التوالي. السؤال اللي بعده. مش قادر يا حبايبي والله، خلاص تعبت بجد، تعبت زيكم بس احنا قدها. سؤال رقم 4، احسب كمية كهربية. يبقى هو عايز كمية كهربية كيف المرة في موصل. ما تكملش. مستر عبد الرحمن قال لي اما تشوف مسألة اوعى تكمل، رص قوانينك كلها بعد كده شوف هو عايز ايه. تعالوا نكتب القوانين بتاعتنا بعد كده نشوف هو عايز ايه. هتجيبنا اللي انا عايزها في مكان لوحده. قوانين بتاعتنا كلها كانت بتقول ايه؟ ادي اول قانون، ادي تاني قانون، وادي تالت قانون. المثلث الاولاني كان بيقول لك ان شدة التيار بتساوي الكمية الكهربية على الزمن. التاني كان بيقول لك فرق الجهد بتساوي الشغل على الكمية الكهربية. والتالت كان بيقول ان المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة التيار. يلا وحدات القياس. شدة التيار كانت وحدتها امبير، الزمن كانت وحدته الثانية، والكولوم الكمية الكهربية كانت وحدته كولوم. يلا لسه قايل لك ان كاف ليه كمية كهربية وحدتها كولوم، فرق الجهد وحدته فولت، الشغل وحدته جول، الجهد لسه قايله لك بالفولت، تيار لسه قايله لك امبير، المقاومه هتبقى اوم. تعالى كده كتبت لك كل الوحدات وكل المثلثات وكمان بوحدات قياسها. هو عايز ايه بقى؟ السؤال بيقول احسب لي الكميه الكهربيه المره في موصل مقاومته 2200 اوم. يبقى هو هنا اداني المقاومه لمده 2 دقيقه، يبقى اداني الزمن لما اوصله بمصدر جهد كهربي 220 فولت، يبقى هو الثاني الجيم. طيب تعالوا نكتب بياناتنا كلها تحت بالراحه. هو يا مستر اداني المقاومه ب 2200 اوم، وراح جه هنا واداني الزمن ب2 دقيقه. ب2 دقيقه، وراح اداني فرق الجهد بكام؟ استنى معلش عشان نسيت. اداني فرق الجهد بكام؟ وراح اداني فرق الجهد ب 220 فولت، وراح اداني فرق الجهد ب 220، وادي هنا في فرق جهد برضو ب 220. يبقى انا عندي فرق الجهد هنا مره وعندي فرق الجهد هنا مره. انا بالحاله دي اعمل ايه يا مستر؟ ما تبصش هو عايز مين، هو مش عايز الكميه الكهربيه، ماشي خليها دلوقتي على جنب. انا دلوقتي جمعت معطياتي وحطيتها كلها في المثلثات. مين المثلث الوحيد اللي تعرف تحل بيه؟ ها، مين المثلث الوحيد اللي عندك كل الحاجات اللي تعرف تخليك تحل؟ ده.
مديك المقاومه ب 2200 ومديك فرق الجهد ب 220. اعرف اجيب شده التيار؟ بس هو يا مستر مش عايز شده التيار، ده عايز الكميه الكهربيه. يا عم خليك معايا للاخر، اسمع اللي بقول لك عليه. انت اداك المعطيات بتاعه المثلث ده كله، حلو. هو اداني فرق الجهد واداني المقاومه. تعالى نجيب شده التيار. شده التيار هتساوي فرق الجهد على المقاومه. فرق الجهد عندي بكام؟ ب 220. المقاومه عندي بكام؟ ب 2200. على الاله هيطلع الناتج معاك بواحد من 10. هيطلع الناتج معايا بيساوي 1 من 10. 1 من 10 واتفقنا امبير عشان احنا جبنا شده التيار. طيب يبقى انا جبت الت بواحد من 10. الت بواحد من 10. بص كده يا معلم، انا جبت شده التيار ومعايا الزمن. مش عارف اجيب الكميه الكهربيه؟ ايوه، قانون بيقول ان الكميه الكهربيه بتساوي شده التيار في الزمن. انا لسه جاي شده التيار بواحد من 10 في الزمن، هتروح نازل بوشك وكاتب 2، هروح مطلع العصايه ومديها على دماغي. اتفقنا وحده قياس الزمن. بص كده كاتب لك ايه؟ ثانيه هتخرم السبوره. وهو جايبها لي بالايه؟ بالدقيقه. احول من الدقيقه لثانيه. طب انا الدقيقه في 60 ثانيه، يبقى الدقيقتين 120 ثانيه، فيطلع عندي الزمن ب 120 هتساوي 1 على 10. الصفر ده كتير مع ده، فيطلع الناتج معاك ب 12 كولوم. لكش دعوه بيا، انت طلع الاله وحل. انا دلوقتي بحلها كده عشان مش معايا اله، انت طلع الاله وحل. متاكد طبعا ورايا اكيد يعني، عشان مش عارف الحقيقه صح ولا لا. لا بهزر معاك، عيب يا ولا، هنا في كالكوليتور هتموت انت وتاخد دماغي. المهم يبقى يطلع معايا الكميه الكهربيه في الاخر ب 12 كولوم. يبقى الكميه الكهربيه طلعت ب 12 كولوم يا معلم. والله المسائل سهله، والله مسائل سهله وممتعه في الحل. انت بس تمشي زي ما انا بحل، تكتب مثلثاتك كلها. يا عم هو بيسال على الكميه الكهربيه، بس انت تعرف تجيب شده التيار دلوقتي. هات وربنا يسهلها، هات وما نشوف يمكن نحتاجه. جبت شده التيار، لقيت فعلا فكلي المثلث بقى معايا شده التيار والزمن، فاعرف اجيب الكميه الكهربيه اللي هو بيسال عليها. دي الطريقه الصح انك تحل المسائل. السؤال اللي بعده: ما الفكره العلميه لسياده صفه وجود غمازات الوجه على صفه غياب غمازات الوجه؟ هتقول عشان الجينات بتاعت صفه غمازات الوجه هي صفه سائده بتسود عليها، بس هو ده اللي هيحصل، وده التفسير بتاعتها. ليه سياده الصفه بتاعت الغمازات على الصفه دي؟ هتقول عشان العوامل الوراثيه اللي بتتحكم في ظهورها سائده على العوامل الوراثيه بتاعت دي. يعني تقول له العوامل الوراثيه المتحكمه في ظهور الغمازات بتاعت الوجه سائده على العوامل الوراثيه بتاعت غيابها. السؤال اللي بعده: ما الاحتياطات اللازمه عند التعامل مع النفايات المشعه؟ ليها كذا حاجه. قال لك انك تلبس، كان العمال اللي بيشتغلوا فيها يلبسوا قفازات عشان يعرفوا يمسكوها. ندفن النفايات المشعه دي في الارض، نبعد اللي احنا ندفنها في اماكن فيها مياه جوفيه عشان ما تلوثهاش. كل دي من ضمن الحاجات اللي انت تستخدمها عشان خاطر تتعامل مع النفايات المشعه. خلصنا النموذج الثاني، يلا بينا على النموذج الثالث. شد حيلك كده، لسه فاضل 3 زيهم. اختر الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. الهرمون اللي بيظبط مستوى الكالسيوم في الدم. نرجع تاني. طب يا عم خلاص هقسمها لك. هنا كان عندي الغده الدرقيه، قلت لك بتطلع حاجتين، بتطلع لك السيروكسين وبتطلع لك الكالسيتونين. اهو الكالسيتونين المحترم ده من اسمه كالسيتو، يعني هو اللي بيعرف يظبط لي نسبه الكالسيوم. فالهرمون اللي بيظبط نسبه الكالسيوم في الدم هو هرمون الكالسيتونين. بقيس فرق الجهد الكهربي بجهاز، خلاص قلناها. قلنا الاميتر بيقيس شده التيار، الاوميتر بيقيس المقاومه، الفولتميتر هو اللي بيقيس فرق الجهد، واخر جهاز الواميتر ده، الواتميتر ده انت ما خدتهوش بس يعني بيقيس الشغل مش عليك. المهم يعني الفولتميتر هو اللي بيقيس الفرق الجهد. المادة التي تغير سرعة التفاعل ولا تتغير وتسمى العامل مين؟ قال لك بتغير من السرعة وهي ما بتتغيرش. كان مين ده؟ كان اسمه العامل
المساعد او العامل الحفاز اللي كان بيخش جوه التفاعل الكيميائي ويزود من سرعته او يقلل من سرعته على حسب هو عامل حفز موجب ولا عامل حفز سالب، كنت بسميه العامل المساعد. العامل النشط ده طبعا غلط. العامل المختزل، انت عارف ان المختزل ده اللي بياخد الاكسجين، المؤكسد اللي بيدي الاكسجين، واتفقنا بقى الحاجات دي كلها اتكلمنا فيها كتير. علل توقف نمو الجسم مما يجعل الشخص قزما، هتقول له بسبب ان هرمون النمو وهو في مرحله الطفوله كان قليل. يبقى ليه نمو الشخص بيقف وهو قزم؟ ليه بيطلع القزم اصلا؟ تقول له بسبب نقص افراز هرمون النمو اثناء مرحله الطفوله. تاني، بسبب نقص افراز هرمون النمو اثناء مرحله الطفوله، فادى ذلك ان الراجل ده نموه وقف واصاب بالقزامه. قارن بين طريقه توصيل الاعمده الكهربيه على التوالي وعلى التوازي من حيث قيمه الجهد الدفعه الكهربيه الناتجه. تعالى يا عم نكتب الاول التوالي. ادي التوالي 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 التوالي، وادي مثلا كان عندنا التوازي اللي كفايه 2 بس، مش لازم نزود عشان المكان. كان ايه الفرق ما بينهم؟ قلت لك ان في التوالي بجمع 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 بجمع، فكان بيطلع لي اكبر قاف دال كاف، يعني اكبر قوه دفعه كهربيه. انما هنا كنت باخد رقم واحد بس، فده كان بيطلع اقل قاف دال كاف. فلما قارني من حيث قوه الدفعه الكهربيه، تقول ان في حاله التوصيل على التوالي بيعطي اكبر قيمه للقوه الدفعه الكهربيه، انما في حاله التوصيل على التوازي بيديك اقل قيمه للقوه الدافعه الكهربيه. اكتب المعادله الرمزيه الموزونه للتفاعلات اختزال اكسيد الحديد اكسيد النحاس الساخن لما عدى عليه غاز الهيدروجين. ماشي. اضافه محلول هيدروكسيد الكالسيوم الى حمض الهيدروكلوريكي المخفف. ماشي. طبعا انت اتخضيت من هيدروكسيد الكالسيوم، هو فين النحاس يا مستر؟ والله هو شال النحاس وحط الكالسيوم، مفيش فرق، والنحاس ثنائي والكالسيوم برضو ثنائي، فكده كده مفيش فرق. اضافه خراطه الومنيوم لحمض الهيدروكلوريك. تعالى يا معلم نكتب يعني. اول حاجه قال لك هعمل انحلال حراري لاكسيد النحاس. طيب ادي اختزال اكسيد النحاس الساخن بامرار غاز الهيدروجين. ماشي، دي سهله. طيب ادي اكسيد النحاس CuO، هعدي عليه غاز الهيدروجين. بيقول لك هيحصل له عمليه ايه؟ بيقول لك هيحصل له عمليه اختزال، يعني الهيدروجين هتروح واخده منه الاكسجين فيطلع لك H2O، ويطلع النحاس وحيد شريد لوحده راسب لونه احمر. يبقى تاني اكسيد النحاس اللي هيحصل الهيدروجين هتاخد الاكسجين، يعني عملت له عمليه اختزال. مش اتفقنا ان الاختزال النسيب بسيب الاكسجين تروح مني، فانا دلوقتي اللي حصل ايه؟ الهيدروجين خدت الاكسجين فعملت لاكسيد النحاس عمليه الاختزال، فطلع لك النحاس لوحده راسب لونه احمر، ويطلع من الناتج ده بخار ميه. التفاعل التالي بيقول لك هعمل ايه؟ هعمل انحلال حراري اضافه محلول هيدروكسيد الكالسيوم الى حمض الهيدروكلوريك المخفف. ايه ده؟ هيدروكسيد الى حمض وقاعده ملح وميه، حمض وقاعده، حمض زائد قاعده بطلع ملح وميه، فيطلع معايا ملح وميه، يبقى حمض وقاعده يطلع ملح وميه. يلا بينا تعالى نكتب اللي هو بيقوله. بسم الله. قال لك هيدروكسيد الكالسيوم هي CaOH/2 زائد حمض الهيدروكلوريك HCl، يطلع لي. يلا بينا نحلها. الشق الاول موجب، الشق الثاني سالب، الشق الاول موجب، الشق الثاني سالب. جميل. الموجب ده هيتجوز مع السالب ده، والموجب ده هيتجوز مع السالب ده، فيطلع لي الناتج CaCl2 عشان الكالسيوم ثنائي زائد ميه. اتفقنا ان بيطلع عندي ملح وميه. فاضل بس نوزن المعادله بالراحه. انا عندي هنا في 2O وفي 2H، وخرج عندي في النواتج 2H وواحده O. حط هنا 2 راح كده، امسح دي، حط كده هنا 2، فبقى عندي كام اتشايه؟ 4H و2O. طب خلاص احنا كده حلينا مشكله الO.
4 اتش، انا عندي هنا 2 اتش واتش هيبقوا 3، حط يا عم 2، فبقى عندك هنا 2 اتش. طب 2 اتش و2 اتش ب 4 اتش، تمام. والسي ال بقوا 2 سي ال، فعلا عندي 2 سي ال، يبقى انت كده وزنت المعادله. فيبقى وزن المعادله 2 هنا اهو و2 هنا اهو، يبقى انا كده وزنت المعادله اللي عندي. ايه السؤال اللي بعده؟ هحط خراطه الومنيوم لحمض الهيدروكلوريك المخفف. ده تفاعل احلال بسيط. اتفقنا ان عند حضرتك الالومنيوم اكثر نشاط من الهيدروجين بتاع الحمض، فانا عندي الالومنيوم هيشيل الهيدروجينه ويقعد مكانها، فيطلع AlCl3 عشان الالومنيوم ثلاثي، زائد غاز الهيدروجين هيطلع لوحده بره. بوزن المعادله ازاي؟ كانت دي 3 وهنا كان عندي 6 وهنا 2 وهنا 2، 2 6 2 3 2 6 2 3. السؤال اللي بعده، اذكر نص القانون الثاني لمندل ونوعي المقاومه الكهربيه. نص القانون الثاني لمندل، القانون الثاني لمندل كان بيقول لك عند تزاوج فردين متضادين في زوجين، مش زوج واحد بقى هنا المره دي، زوجين من صفاتهما المتقابله ولازم يكونوا نقيين، فان الجيل الاول بينتج بنسبه 100% صفه سائده، والجيل الثاني 3 سائده الى 1 متنحي. تاني، القانون التالي لمندل كان بيقول لك عند تزاوج فردين مختلفين في زوجين من صفاتهما الوراثيه، فان الجيل الناتج بنسبه 100% صفه سائده، والجيل اللي بعديه بيبقى 3 صفه سائده الى 1 صفه متنحيه. نوعي المقاومه الكهربيه، عندي مقاومه كهربيه ثابته ومقاومه كهربيه متغيره اللي كنت بقول عليها ريوستات. يبقى عندي مقاومه كهربيه ثابته ومقاومه كهربيه متغيره اللي بقول عليها الريوستات. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل احسب لي قوه الدفع الكهربيه بين طرفين ا وب. تعالوا نحسبها. ادي عندي 3 فولت على التوالي هجمع، ودول على التوازي اهو، يبقى اللي هاخد واحده بس منهم ده ب1.5 وده ب1.5، يبقى انا هاخد 1.5 بس. يلا 3 زائد 1.5 يطلع لي الناتج ب4.5 فولت، فيطلع قوه الدفع الكهربيه عندي 4.5 فولت. وضح بالرسم الدائره الكهربيه لاستنتاج العلاقه ما بين شده التيار المار في موصل ما وفرق الجهد، اللي هي كانت بتاعت اوم. يعني كانت شكل التيار الكهربي بتاعها عامل كده اهو. كانت الدائره الكهربيه كان جايب مقاومه متغيره ريوستات وكان حاطط سهم وماشي، وادي كان عند حضرتك المفتاح، واكيد عندي المصدر الكهربي اللي هي البطاريه، وكان حاطط الاميتر وماشي، وكان موصل هنا عندي ادي عندي اللمبه. ثواني نمسح الحته دي. ما يجيلكش قوي في امتحان، بس يعني لا برضه ادينا بنراجع كله عشان نبقى ما سيبناش اي حاجه. وادي حاطط هنا عمك الفولتميتر، وادي كان عندي مقاومه ثابته، وادي السلك عندي بيخلص من اهو. كان دي مقاومه متغيره اللي بقول عليها ريوستات، وادي دي مقاومه عندي ثابته، وادي ده جهاز الاميتر، وده جهاز الفولتميتر. طيب ده كان اخر سؤال. النموذج الرابع. هانت بسم الله. عندما يرتفع مستوى سكر الجلوكوز في الدم يقوم البنكرياس بافراز مين؟ اتفقنا السكر لما بيبقى عالي، لما حضرتك بتضرب صينيه بسبوسه مين اللي هرمون كان بيزيد عشان يقلله تاني للطبيعي؟ كان اسمه هرمون الانسولين. فتبقى الاجابه الصح البنكرياس بيطلع لي ساعتها هرمون الانسولين. السؤال اللي بعده، الذي يحفز الجسم لامتصاص ابن الدم اكيد السكر. امال هيمتص ايه؟ هيمتص السكر عشان يقلل نسبته. تقاس شده التيار الكهربي بايه ووحده قياسها ايه؟ كان بجهاز اسمه الاميتر ووحده قياسها كانت امبير. يبقى شده التيار كنت بقيسها بجهاز اسمه الاميتر وكانت وحده قياسه الامبير. السؤال اللي بعده، يمكن للمغنيسيوم ان يحل محل النحاس في محاليل املاحه بينما لا يحدث العكس. اتفقنا اللي انا عندي المغنيسيوم موجود فوق النحاس في متسلسله النشاط الكيميائي،
فالمغنيسيوم اكثر نشاط، اقوى، عنده عضلات اكتر، انما النحاس اقل نشاط، اضعف، عنده عضلات اقل. فالمغنيسيوم يمسكه ويرميه ويحل محله في املاحه. فتقول له ليه المغنيسيوم يعرف يحل محل النحاس؟ لان المغنيسيوم اكثر نشاطا كيميائيا من النحاس فيحل محله في محلول املاحه، بينما النحاس اقل منه نشاط فلا يستطيع ان يحل محله. تاني، عشان المغنيسيوم اكثر منه نشاطا فيستطيع ان يحل محله في محاليل املاحه، بينما النحاس اقل منه نشاطا لا يستطيع ان يحل محله. قارن ما بين الاكسده والاختزال من حيث المفهوم. عندك مليون تعريف، مليون تعريف. احنا بنحب مين؟ الحديث. انا بعشقه وهو سهل. قال لك ان بالنسبه للمفهوم الحديث الاكسده هو اللي بيفقد الكترونات، والاختزال هو اللي بيكتسب الكترونات. فتقول له تبعا للمفهوم الحديث الاكسده هي الماده التي تفقد الكترونات وتتحول الى ايون موجب، انما الاختزال هو الايون او هو المركب او هو العنصر الذي يكتسب الكترونات ويتحول الى ايون سالب. وضح بالرسم طريقه توصيل الاعمده الكهربيه على التوالي وعلى التوازي. ايه العبط ده؟ سؤال عبيط طبعا، تافه جدا، ما يجيلكش يعني، لو جالك في امتحان لو غلطت فيه هوقدك، هدفنك حي يعني. وادي على التوازي تروح مثلا راسم له بطاريه جميله، بطاريه جميله، بطاريه جميله، ادي الثلاث بطاريات حلوين لزاز اهم، تشيك 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 تشيك، ادي رسمنا له يا عم التوالي والتوازي. السؤال اللي بعده، موصل مقاومته 22 اوم. خلاص بقى انت عرفت طريقه حل المسائل دي بتتحل ازاي، فانا هكتب القانون اللي هو محتاجه هنا على طول. موصل مقاومته 22 اوم يبقى اداني المقاومه، وكميه كهربائيه متدفقه خلال الثانيه الواحده يعني اداني الزمن بتساوي 10 كولوم يعني اداني الكميه الكهربائيه. احسب لي فرق الجهد. ماشي، احسب لك فرق الجهد. الاول هنا هستخدم قانون، هكتب قانونين عشان بس اوريك ان هو مش هيحتاج. ادي المقاومه بتساوي الجهد على شده التيار، وادي القانون بتاع شده التيار بتساوي الكميه الكهربائيه على الزمن. هو هنا في السؤال مديك الزمن بواحد ومديك الكميه الكهربائيه ب10، يعني انا اعرف اجيب شده التيار. يبقى شده التيار هتساوي الكميه على الزمن، فهتساوي 10 على 1 فيطلع الناتج ب10 امبير. يبقى انا بقى معايا شده التيار ب10 وهو مدي لك ان المقاومه ب 22، عايز اجيب فرق الجهد. يلا، يبقى فرق الجهد بيساوي المقاومه في شده التيار. المقاومه عندي في السؤال مديها لي ب 22، شده التيار انا جايبها ب10، فيطلع الناتج ب 220 فولت، وبكده ابقى اجيب فرق الجهد. انت في الامتحان هتحلها ازاي؟ هتكتب الثلاث مثلثات، هتكتب الثلاث قوانين، وانت تشوف هو مديك ايه في المعطيات وتقعد تكتب الارقام. هتلاحظ ان المثلث ده اعرف اجيب منه مين؟ شده التيار. هاته يا مستر، ده بيسالني على فرق الجهد. يا عم قلت هات، جبت شده التيار، لقيته في المثلث هنا والقانون ده، بقى معايا شده التيار ومعايا المقاومه، اعرف اجيب فرق الجهد فجبت فرق الجهد. يبقى انت شفت الطريقه بتاعت المساله اللي فاتت دي، الطريقه اللي تحل بيها اي مساله. طالما هو مش جاي لك ومستريح وعمال يلف ويدور، تكتب الثلاث مثلثات وتحل على مهلك. وضح بالرسم الدائره الكهربيه اللي استخدمتها عشان احقق قانون اوم اللي فوق دي، لا لسه رسمينها. هي فين؟ رسمناها في النموذج اللي قبليه اهي. هي دي، هي دي، هي دي اللي هترسمها له في نفس السؤال. السؤال اللي بعده، وقال لك اذكر نص القانون والمعادله الرياضيه الخاصه بها. قانون اوم بيقول لك تتناسب شده التيار تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفي الموصل. بس يبقى نص قانون اوم كان بيقول لك ان بتتناسب شده التيار تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفي الموصل. اذكر المعادله الرياضيه اهي، لسه كاتبينها فوق اهي، ان عند حضرتك الميم بتساوي ج على ت، يعني المقاومه بتساوي فرق الجهد على شده التيار. اكتب المعادله الرمزيه المعبره عن كل التفاعلات الاتيه. تفاعل الصوديوم مع الميه، يلا تعالوا نكتبها، ده سهل ده. وتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم، واذكر لي نوع التفاعل، وهنا اقول لي الاحتياطات اللي باخدها عشان الاجراء ده. طيب تعالوا نكتب الاول تفاعل الصوديوم مع الميه. ادي الصوديوم افعله مع الميه. اتفقنا ان الصوديوم اكثر نشاط من الهيدروجين، فهيمسكه ويرميه ويحل محله، فيطلع لك NaOH
وكان بيتصاعد غاز الهيدروجين اللي قلت لك ان الغاز ده بيشتعل بفرقعه. طيب كانت ايه الاحتياطات اللي باخدها عشان خاطر اعرف امنع الفرقعه دي؟ قال لك حاجتين، يا اما كنت بحط الصوديوم تحت طبقه من الكيروسين، او كنت بستجنب او ببتعد عشان خاطر الفرقعه بتاعت غاز الهيدروجين. المعادله الثانيه بتقول لك ان هو هيفاعل مين مع مين؟ حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم. حمض مع هيدروكسيد الصوديوم، حمض الهيدروكلوريك اللي هو ال HCl مع هيدروكسيد الصوديوم NaOH، حمض مع قاعده ملح وميه. خلاص احنا حافظين المعادله دي، بس يلا يا عم عشان نبقى حلينا بالطريقه بتاعتنا. الشق الاول موجب والشق الثاني سالب، الشق الاول موجب والشق الثاني سالب. ادي الاول موجب والثاني سالب، الموجب ده هيروح مع السالب ده والموجب ده يروح مع السالب ده، فيطلع لي الناتج بتاعي عباره عن NaCl. ايه القرف ده؟ يا وحشه خالص، تبقى تاني بالراحه. يطلع لك NaCl زائد ميه. نوع التفاعل بنسميه تفاعل التعادل. فنوع التفاعل الكيميائي ايه؟ هو تفاعل التعادل. اذكر العوامل المؤثره على سرعه التفاعل الكيميائي. كان عندي كام عامل؟ لا ده كانوا كتير، كانوا 4. فكنت بقول لك عندي طبيعه المواد المتفاعله، تعالى نكتبها. ادي اطلع بقى هنا سرعه التفاعل الكيميائي. سرعه التفاعل الكيميائي يا حبايبي كان بيأثر عليه 4 حاجات. يا ربي، مين هم يا ترى؟ بسم الله. اول حاجه كان عند حضرتك طبيعه المواد المتفاعله، فدي كانت متقسمه لحاجتين، كانت مساحه السطح ونوع الروابط. فكنت بقول لك ان لما بتزداد مساحه السطح بتزداد سرعه التفاعل الكيميائي، ونوع الروابط لما كان المركب بيكون ايوني كانت سرعه التفاعل الكيميائي بتكون اكبر. تاني حاجه كانت درجه الحراره. فكنت بقول لك ان كل ما ازدادت درجه الحراره بتاعت درجه الحراره بتاعت التفاعل ادى ذلك الى زياده سرعه التفاعل الكيميائي. تالت حاجه كنت بقول لك تركيز المواد المتفاعله. فكنت بقول لك ان كل ما ازداد تركيز المواد المتفاعله ادى ذلك الى زياده سرعه التفاعل الكيميائي. اخر حاجه خالص قال لك انك تستخدم عامل حفاز او ما بين قوسين عامل مساعد. قال لك ده ليه حاجتين، لو كان موجب ولو كان سالب. لو كان عامل حفز موجب فده عندي بيزود من سرعه التفاعل، طب لو كان عامل حفز ثابت فده معناه انه بيقلل من سرعه التفاعل. امال يا مستر انا عندي اصلا ايه لازمته ما هو ممكن يكون بيقلل لي من سرعه التفاعل؟ الحاجه المضمونه انك لما تستخدم ده ان هو بيعمل لك حاجه مهمه جدا 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 تهمنا احنا كناس مصنعين، ان هو بيقلل لي، يا لهوي ايه القرف ده، بيقلل من الطاقه. شفت يا معلم سرعه التفاعل الكيميائي؟ الدرس كله في حته واحده. معلش هحاول ما اتضايقش، اتمسحت الحمد لله. يبقى انا عندي سرعه التفاعل الكيميائي كان اول حاجه طبيعه المواد المتفاعله اللي كانت متقسمه لمساحه سطح التفاعل ونوع الروابط اللي موجوده. فكنت بقول لك لما بتزداد مساحه السطح المعرض للتفاعل بيزداد سرعه التفاعل الكيميائي، ولما كانت نوع الروابط اللي ما بينها ايونيه معناها ان سرعه التفاعل الكيميائي كبير. تاني حاجه درجه الحراره، لما بسخن سرعه تزيد.
بلسوعه فالسرعه بتزيد، يبقى كل ما بيزداد درجه الحراره بتزداد سرعه التفاعل الكيميائي. تركيز المواد المتفاعله، كنت بقول لك ان تركيز المواد المتفاعله لما بيزيد الجزيئات بتخبط في بعضها فبيزود من سرعه التفاعل، يبقى زياده تركيز المواد المتفاعله بيزود من سرعه التفاعل. اخر حاجه انك تستخدم عامل حفاز او عامل مساعد، فده كان نوعين، يا اما عامل حفز موجب كان بيزود لي من سرعه التفاعل، يا اما عامل حفز سالب فكان بيقلل لي من سرعه التفاعل. المهم ان سواء هنا او هنا هو بيقلل من الطاقه اللازمه للتفاعل، ودي حلوه عشان توفر لي في الفلوس. وبكده نكون ذكرنا كل العوامل اللي بتتوقف عليها سرعه التفاعل الكيميائي. والله شفت براجع لك المنهج كله في الاسئله، شفت احنا بنذاكر مش بنحل، طريقه حل الاسئله مذاكره. سؤال 4، وضع مندل مجموعه من الفروض عشان يفسر ظهور الصفه السائده واختفاء الصفه المتناحيه في الجيل الاول في التجارب اللي قام بدراستها. اشرح هذه الفروض اللي هي القانون الاول والقانون الثاني. فراح قال لك ان انا عندي لما بزاوج فردين مختلفين في زوج واحد من الصفات الوراثيه، فان الجيل الناتج بيكون صفه واحده وهي الصفه السائده بنسبه 100%. بعد كده راح قال لك ان القانون الاول ان هو عباره عن تزاوج فردين مختلفين في زوج واحد من الصفه الوراثيه، فان الجيل الاول اللي بيطلع بيكون صفه سائده بنسبه 100%، والجيل الثاني بيكون 3 سائده الى 1 متناحيه. اكتب التعريفات، اكتب التعريفات بتاعت القانون الاول والسياده التامه والقانون الثاني والكلام ده كله. اذكر الفكره العلميه لسياده صفه الشعر المجعد على صفه الشعر الناعم. لسه قايلينها، لان جين صفه الشعر المجعد بيسود على جين صفه الشعر الناعم، او لان العوامل الوراثيه اللازمه لظهور صفه الشعر المجعد بتسود على العوامل الوراثيه لظهور صفه الشعر الناعم. اشرح العالمين واتسون وكريك لقوا ايه في تركيب الدي ان ايه. قال لك ان هم لما جم يحللوا تركيب الدي ان ايه لقوا شكله عامل كده اهو، عباره عن حلقات، والحلقات دي كانت بتتكون، قال لك ان الحلقات دي كانت وحده البناء حاجه اسمها النيوكليوتيدات، وان الدي ان ايه عليه شفرات بسميها الجينات. فكان التسلسل بتاعي ببدأ بكروموسوم، ده كان الكبير، الكروموسوم جواه دي ان ايه زائد بروتين. طب الدي ان ايه لوحده زائد بروتين بيتفك ويبقى دي ان ايه، والدي ان ايه ده كان بيتكون من جينات، والجينات دي كانت بتتكون من كروموسومات. طب كان ازاي بيشتغل؟ اقول لك ان الدي ان ايه بيبقى عليه الجين اللي بيطلع لي الانزيمات، فكانت الانزيمات دي بتروح عشان بتعمل على ظهور الصفه الوراثيه. يا الله، راجع لك الدنيا كلها، انا بتكلم مره واحده، انت وقف الفيديو وعيد الجزء ده كذا مره، عيد الجزء ده كذا مره عشان يثبت في ودنك. النموذج الخامس، خلاص هانت يا حبايبي، هانت والله. ينحل اكسيد الزئبق بالحراره الى، نكتب المعادله، اكسيد الزئبق HgO لما بسخنه كان بيديني Hg اللي هو الزئبق وبيتصاعد غاز الاكسجين، وادي كان وزن المعادله، فكان بيديني الزئبق، عايز تكتبها بالعربي اكتبها، عايز تكتبها بالانجليزي اكتبها، وبيديني غاز الاكسجين اهو، بيديني زئبق وبيديني غاز الاكسجين. لما بحط الزد ان على محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف، اتفقنا ان الزد ان اقوى اكثر نشاط كيميائي، فبيشيل الهيدروجين ويرميها ويحل محلها، فيطلع لي زد ان سي ال 2 عشان خاطر زد ان ثنائي، وبيتصاعد غاز الهيدروجين. هو كده مسهلها عليك ووازن لك المعادله، يبقى الزد ان هيحل محل الهيدروجينه ويرميها لبره ويقعد مكانها، فيطلع لك زد ان سي ال 2 ويتصاعد غاز الهيدروجين. السؤال اللي بعده، قارن ما بين العامل المؤكسد والعامل المختزل. ممكن تقول له ان العامل المؤكسد هو اللي بيحصل له عمليه الاختزال. يا طب تعالوا نقارن احنا تحت كده مع نفسنا، تعالوا اديكم مقارنه جميله كده لذيذه تلخص لك الدنيا دي كلها. ايه الفرق ما بين عامل مؤكسد والفرق ما بين
عامل مختزل. تعالوا يلا نفرق. مستر عبد الرحمن قال لي ان العامل المؤكسد ده اللي بيحصل له عمليه الاختزال، فاقول لك ان العامل المؤكسد بيحصل له او هو اللي بيحدث له عمليه الاختزال. طب ما هي عمليه الاختزال يا حبايبي كانت عباره عن ايه؟ كانت 3 حاجات. تعال نبدا باللي انا بحبه اللي هو المفهوم الحديث. الاختزال اكتسب الكترون، فاللي بيحصل له عمليه اختزال هو اللي بيكتسب الكترون. بالنسبه للمفهوم التقليدي للاكسجين والهيدروجين قال لك اختزال يعني انا سبت الاكسجين، مشيت وبعدت عنها، سبت وطلقت الاكسجين، يبقى اللي بيحصل له عمليه الاختزال هو اللي فقد الاكسجين. اخر حاجه خالص فقد الاكسجين يبقى هو اللي اكتسب الهيدروجين. ده مين؟ العامل المؤكسد. طب تعالى يلا على العامل المختزل. العامل المختزل يبقى العكس، يبقى ده اللي بيحدث له عملية الأكسدة. طب عملية الأكسدة 3 حاجات. نبدأ بالمفهوم اللي أنا بحبه اللي هو المفهوم الحديث. عملية الأكسدة يعني فقد إلكترون، يبقى اللي بيحصل له أكسدة ده معناه إن ده هو اللي فقد إلكترونات. طب تعالى نتكلم من حيث المفهوم التقليدي الأكسجين والهيدروجين. مش ده حصل له عملية أكسدة؟ يبقى خد الأكسجين اتجوز الأكسجين، يبقى ده اللي اكتسب الأكسجين، ويبقى عكسه الهيدروجين يعني ده اللي فقد الهيدروجين. ادي الفرق ما بينهم في السبوره. يا رب كل الكلام ده يجيب معاك بفايده في الاخر. يا رب اتمنى انك تذاكر وتشد حيلك كده. اللي بعده قارن ما بين التيار الكهربي المتردد والمستمر. يلا يا عم نقارن ما بينهم. ادي عندك نبدا بالمستمر وادي المتردد. المستمر من اسمه راجل ثابت على وضعه، فده رقم 1 بيبقى ثابت الشدة، بيبقى ثابت أو موحد الاتجاه، بيبقى بينتج من المصادر سواء كانت البطاريات أو الأعمدة الكهربية. وظيفته بيعمل على الطلاء الكهربي أو بعض أجهزة المنازل. بوصله في مسافات قصيرة مش طويلة. ده مين؟ ده المستمر. طب تعال عند المتردد. متردد يعني مذبذب، يبقى متغير الشدة، متغير في الاتجاه. بيطلع منين؟ قال لك بيجي من المولد الكهربي. ايه كمان؟ قال لك ان هو وظيفته بيستخدمه في ايه؟ قال لك بستخدمه في إنارة الطرق وفي معظم الأجهزة. آخر حاجة خالص بعرف عادي انقله لمسافات طويلة، بعرف عادي أحوله إلى تيار مستمر. ده الفرق ما بين التيار الكهربي المتردد والتيار الكهربي المستمر. والله العظيم مش عارف يعني ينقصك ايه تاني عشان تخش تقفل المادة. فيديو شرح ونزلت لك حل وبرجع لك شرح جوه الحل، محافظات وهينزل لك المحافظات محلولة. وليكوا مفاجأة عندي، يوم ليلة الامتحان ان شاء الله بإذن المولى عز وجل هتخرج من الامتحان، مش عارف هيبقى عندك مادة ايه يوميها، بس انت هتخرج هتلاقي مفاجأة بوم. السؤال اللي بعده ده علامة صح او غلط. القزامة هو نمو مستمر في العظام. ما تكملش. القزامة نمو مستمر؟ لا طبعا، ده كانت العملاقة، فالإجابة هتبقى غلط من قبل ما نكمل الجملة. العملاقة هو اللي نموه مستمر، إنما القزامة ده واحد نموه كان بيقف. سؤال رقم 2، القدرة على الالتفاف الأنبوبي للسان من الصفات السائدة. صح، إنك تعرف تلف لسانك. ما بعرفش أعملها مش عندي الصفة السائدة دي، أنا عندي متنحية. إنك تعرف تلف لسانك دي صفة سائدة فعلا، فالإجابة صح. اشرح نشاط
بتوضح في تاثير درجه الحراره على سرعه التفاعل الكيميائي. كذا حاجه، ممكن مثلا تقول له المثال بتاع المنهج اصلا اللي عندك، بيقول لك ان انا لو عندي كوبايتين، حطيت هنا فوار، حطيت هنا قرص فوار وحطيت هنا قرص فوار، ده كان درجه حرارته عاليه او دافيه وده كان بارد. بلاحظ ان الفوار في الكوبايه اللي درجه حرارتها عاليه بيذوب او بيفور اسرع. تقول له مثلا الاكل، المثال بتاع الثلاجه والاكل على البوتاجاز، لما بحطه على البوتاجاز سرعه التفاعل الكيميائي بتزيد بسرعه 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 فبيسخن الاكل، لما بنحطه في الثلاجه ما بيحصلوش حاجه، عشان كده بعرف احافظ عليه لمده طويله. شوف اي مثال من كل الامثله دي، اديله مثال المنهج عشان ما يزعلش، اللي هو بتاع الفوار. ازاي تعين مقاومه كهربيه مجهوله؟ تقول له لازم الاول اعين حاجتين، لازم الاول اعين شده التيار واعين فرق الجهد. يعني معناها ايه او تقولها له ازاي؟ تقول له بمعلوميه شده التيار، تتقال كده في امتحان، لازم الاول، ده بيني وبينكم، لازم اعرف شده التيار وفرق الجهد، عشان انت عند حضرتك القانون بيقول لك ان الميم بتساوي ج على ت، يعني انا ما اعرفش اجيب المقاومه غير ما يكون معايا فرق الجهد وشده التيار. هو في الامتحان لما تيجي تكتبها له تقول له ايه؟ تقول له بمعلوميه، يعني لازم اكون عارف فرق الجهد وشده التيار. وضح بالرسم طريقه قياس فرق الجهد الكهربي بين طرفي مصباح اهي. ادي عندي بطاريه، وادي عندنا المفتاح الكهربي الجميل بتاعنا، وادي المصباح بيبقى رمزه عامل كده اهو، وادي المصباح الكهربي اهو، واروح حاطط جهاز الفولتميتر بنرمز له بحرف الفي طبعا، وادي هنا موجب وادي هنا سالب، هنا طبعا موجب وهنا سالب، وده المصباح ايه؟ منور. السؤال اللي بعده، تعلم المشي عند الاطفال لا يعتبر صفه وراثيه. انك تتعلم انك تلعب كوره، تتعلم انك ترسم، تتعلم تتكلم لغات جديده، تتعلم السباحه، تتعلم المشي، تتعلم الجري، تتعلم. طالما تتعلم يعني انت اللي اتعلمتها، ولا خدتها من بابا ولا خدتها من ماما، ملهاش علاقه بشكل جسمك، يبقى دي اسمها صفه مكتسبه. فلما اقول لك ليه تعلم المشي لا يعتبر صفه وراثيه، هتقول له لانها صفه تم اكتسابها مع الزمن ولم يتم وراثتها من الاباء. فلما اسالك ليه تعلم المشي مش صفه وراثيه، تقول لي عشان هي صفه مكتسبه تم اكتسابها مع الوقت، وما تعلمتهاش او ما ورثتهاش، مش ما تعلمتهاش، ما تورثتهاش من الاباء. يتكون راصد احمر لما تحط فلز المغنيسيوم الى محلول كبريتات النحاس. الاسئله اللي زي دي حلها له بالمعادله. بقول لك هحط فلز المغنيسيوم على كبريتات النحاس CuSO4، كبريتات النحاس الزرقاء. تعالى يا معلم نكتب المعادله ونشوف هيطلع عندنا ايه. ادي المغنيسيوم اهو، هحطه على CuSO4. ايه اللي هيحصل عندي؟ بالراحه، المغنيسيوم موجود فوق والنحاس موجود تحت، يعني المغنيسيوم اقوى واكثر نشاط والنحاس ضعيف واقل نشاط. يبقى المغنيسيوم هيمسك النحاس ويرميه ويقعد مكانه، يبقى المغنيسيوم هيروح عند النحاس ويقول له اطلع يلا بره، فيطلع لي الناتج MgSO4 زائد الCu، بيبقى عباره عن راصد احمر. يبقى ليه هيطلع راصد احمر؟ تقول لان المغنيسيوم سيحل محل النحاس في محلول كبريتات النحاس، فيطلع الناتج عند حضرتك النحاس راصد لونه احمر، عشان كده هيتكون عندك راصد لونه احمر. اخر نموذج، النموذج السادس. بسم الله، جايب لك كبريتات النحاس وبيسخنها. طيب احنا طبعا عندنا، نرجع بقى لفيديو الشرح هتشوف انا ملخص لك الحوار ده. لما بسخن كبريتات النحاس بيطلع لي CuO اكسيد النحاس الاسود، وبيتصاعد غاز ثالث اكسيد الكبريت. لما مرر الهيدروجين على اكسيد النحاس، قال لك ان اكسيد النحاس بيحصل له عملية اختزال، وطالما عملية اختزال معناه ان هو هيسيب الاكسجين، فيطلع الناتج Cu راصد احمر، ويطلع معاها بخار ميه.
علل. بنستخدم التلاجة في حفظ الطعام، هتقول عشان التلاجة درجة الحرارة فيها بتبقى قليلة، وكلما قل درجة الحرارة قلت سرعة التفاعل الكيميائي، فالأكل مش هيتفاعل مع الجو فمش هيبوظ. يبقى هنا في السؤال ده ليه بستخدم التلاجة في حفظ الأطعمة؟ عشان التلاجة درجة الحرارة اللي فيها منخفضة، وأنا درجة الحرارة عندي لما بتكون منخفضة كل ما قلت درجة الحرارة قلت سرعة التفاعل الكيميائي. يفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر، عشان تعالى يلا احنا مقارنين ما بينهم اهو. قلت لك ان التيار المتردد اعرف اتحكم في شدته واعرف اتحكم في اتجاهه مع متغير الشده والاتجاه، اعرف احوله لتيار مستمر، بعرف انقله لمسافات طويله. كل دي مميزات للتيار المتردد. يبقى تقول له مميزات التيار المتردد: يمكن انك تتحكم في شدته، واتحكم كمان في اتجاهه، واعرف انقله لمسافات طويله. يا وحشه جدا. اعرف انقله لمسافات طويله، اعرف احوله الى تيار مستمر، فاعرف اعمل فيه اللي انا عايزه. فبالتالي طالما انا بعرف اتحكم فيه يبقى ده احسن واحلى حاجه استخدمها. قارن ما بين الاميتر والفولتميتر. تقول لي الاميتر هو الجهاز اللي بقيس بشده التيار، الفولتميتر هو الجهاز اللي بقيس فيه فرق الجهد. الاميتر بيتوصل لك على التوالي، الفولتميتر بيتوصل لك على التوازي. هي دي الفرق ما بين يا عم الاميتر والفولتميتر، وكاتبينها في سؤال فوق. ده علامة صح أو غلط. تفرز الهرمونات من الغدد القنوية. لا، كنت بقول عليها إنها غدد صماء، يعني ما بين قوسين لا قنوية، يعني مش بتطلع الإفراز بتاعها في قناة. أمال بتطلعه فين يا مستر؟ كانت بتطلعه في الدم. فالعبارة غلط. ما ينفعش تقول على هرمونات انها غدد قنويه، بتتفرز من غدد اسمها غدد صماء، غدد لا قنويه. اشمعنى؟ عشان الافرازات بتاعتها بتطلع في الدم مش في قناه. مساله احسب شده التيار. يبقى هو عايز الت الناتجه عن مرور كميه كهربائيه مقدارها 6000 كولوم، اداك الكاف. في مقطع من موصل لمده 10 دقائق، اداك الزين. خلي بالك هنا مساله سهله قوي 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 قوي، تعويض مباشر. يلا يا معلم، انت عندك القانون بيقول لك شده التيار بتساوي الكميه على الزمن. هو عايز شده التيار، اداك الكميه الكهربائيه بكام؟ ب 6000. معلش، اداك الكميه الكهربائيه بكام؟ ب 6000. طب اداك الزمن بكام؟ 10 دقائق. ينفع؟ لا. ليه؟ لان الزمن عندي بالثانيه، فحول من الدقيقه للثانيه. الدقيقه فيها 60، يبقى ال 10 دقائق فيها 6000 ثانيه. يلا يا معلم حل السؤال. يبقى شده التيار هتساوي الكميه الكهربائيه على الزمن، هتساوي الكميه الكهربائيه ب 6000، وانا لسه ضارب 60 في 10 ب 6000. 6000 على 6000 فيطلع الناتج بواحد امبير. يبقى شده التيار عندي بواحد امبير. انت طبعا حل على القلم، مالكش دعوه بيا. اشرح نشاط بيوضح تاثير مساحه السطح على سرعه التفاعل الكيميائي. يا ربي. تاثير مساحه السطح على سرعه التفاعل الكيميائي، تقول له مثال بتاع الحديد، اني لما مره ومره افاعل براده الحديد، ومره افاعل مكعب من الحديد، مع مين؟ قال لك مع الحمض الهيدروكلوريك، بلاحظ ان تفاعل البراده اسرع بكتير من تفاعل القطعه بتاعه الحديد. حقق لي قانون اوم عمليا. قانون اوم بيساوي ان المقاومه بتساوي فرق الجهد على شده التيار. وحلها له، اديله مثال. عرف فرق الجهد. فرق الجهد هو عباره عن ايه؟ قلت لك فرق الجهد هو عباره عن القوه، هو عباره عن الطاقه اللي بستهلكها عشان ازق الالكترونات في الموصل. فكان هو عباره عن ايه؟ قالك هو الشغل المبذول لنقل، واتفقنا الالكترونات بسميها كميه، لنقل كميه كهربيه قدرها 1 كولوم. وحشه وحشه وحشه، همسحها كلها اكتبها من الاول. وحشه قوي قوي قوي. امسح 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 امسح. وحشه جدا. هي عباره عن ايه؟ هات القلم، هات اللون الاحمر. هي عباره عن
الشغل المبذول لنقل كمية كهربية قدرها 1 كولوم بين طرفي الموصل. ده تعريف فرق الجهد. ايه ده؟ خلصنا الفيديو، خلص الحمد لله. حليت معاك نماذج الوزاره كلها. عايزك بقى يا حبيبي انت بص ازاي انواع الناس تذاكر. احنا عندنا هيبقى في 3 فئات. واحد مكسر ومدغدغ الدنيا والدنيا زي الفل معاه، ربنا يحفظك. واحد الدنيا معاه نص نص، في وحدات هو كده تمام ومية مية فيها، وفي وحدات لا، وفي واحد صباح الفل على الابيض. ده يعمل ايه وده يعمل ايه وده يعمل ايه. الشاطر، بلاش الشاطر دي ما تزعلوش مني، مش قصدي يعني، اللي خلص كل الاجزاء والدنيا معاه تمام حلو. انت يا حبيبي خلاص الحمد لله مفنش منهجك والدنيا زي الفل وشايف ان المعلومات كلها معاك تمام حلو. وبعد ما تحل صحح واسمع الشرح بتاع الحل. النوع الثاني اللي هو رايحه جايه معاه، عندك طريقين: انك الوحدات اللي وقع منك تروح لفيديو الشرح الكبير تفتح الاجزاء اللي تخص الجزء اللي واقع منك وتسمعه، او عايز تكسب وقت مش عايز تعمل كده، هينزل لك 3 فيديوهات كل فيديو فيهم في حل. تتفرج على الحل وانت شايف انا بعمل ايه وانا بحل، براجع المنهج وانا بحل. فانت مش هتبقى محتاج انك كده كده ترجع للشرح تاني. حابب ترجع معاك الفيديو ارجع ليه. النوع الثالث اللي هو على الابيض خالص، لا انت ستوب يا معلم. انت بقى عندك طريقين: انك تسمع فيديوهات الشرح بس وتقعد تسجل واحده واحده، ده ان كان معاك وقت. لو حسيت ان الوقت معاك بايظ مالكش اي علاقه باي حاجه تاني، تطلع فيديوهات الحل وتقعد تمسك ورقه وقلم، وكل سؤال انا بحله بشرح لك فيه الجزء بتاعه في المنهج. فانت كده كده باذن الله هتلحق تلم الدنيا. بس النصيحه الافضل ليك انك تسمع فيديو الشرح، لان انت لو سمعت الشرح هيسهل لك الدنيا. ما علينا، لو ما كانش معاك وقت حبايبي فيديوهات الحل كده كده محلول فيها الاجزاء بالتفصيل. خلاص هانت، قربنا نخلص. دوس على نفسك شويه صغيرين، فرح ابوك وامك، يستاهلوا ان هم يفرحوا، يستاهلوا انك تبين لهم ان فعلا الفلوس اللي بيشقى بيها سواء بابا او ماما هي فعلا ما بتروحش على الارض، ولا هي موجوده جوه راجل بيخلص وبيذاكر اللي عليه. ربنا يوفقكم يا رب حبايبي، واشوفكم احسن دكاتره في الدنيا واحسن مهندسين في الدنيا. ربنا يوفقكم يا رب. كان معاكم دكتور عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.